مفيهوش رجوع. أنا اسمي علاء، شغال في ترميم الآثار، تحديدًا في صعيد مصر، في محافظة مشهورة بوجود مقابر فرعونية، لسه ما تمش اكتشافها بالكامل. من كام سنة جالنا بلاغ عن وجود سرداب قديم طالع منه ريحة كأنها موت. حرفيًا لما نزلت أنا وفريق التنقيب لقينا فتحة صغيرة في الأرض، شكلها مصطنع بس متقنة جدًا، كانت مخفية تحت حجر كبير. لما شلنا الحجر نزلنا ببطء، وكان أول حاجة لفتت نظرنا نقش مرسوم بالدم، مكتوب عليه: ادخل إن كنت تظن أنك تستحق النظر إلينا. المرشد اللي كان معانا راجل كبير من أهل البلد، أول ما شاف النقش وقع على الأرض مغمى عليه، وبعد ما فاق قال الجملة عمر ما نسيتها: انتوا مش فاهمين، انتوا دخلتوا على رصد، والرصد ده ما بيقبلش الضيوف. يعني ايه رصد؟ الرصد هو كائن غير بشري مكلف من آلاف السنين بحراسة الكنوز، بس مش مجرد كنز مادي، أحيانا بيحرس سر أو لعنة أو بوابة، وبيعيش بعد بعد موازي لينا. بس لو دخلت من المكان الغلط هو هيشوفك. الكوابيس بدأت من أول ليلة، في اليوم اللي دخلنا فيه السرداب. أول ما رجعت حلمت إن في تمثال فرعوني، عيونه بتنزف دم، وبيقول لي بصوت مش صوت بني آدم: مش كل باب ينفع يتفتح، ومش كل اللي دخلوا خرجوا. صحيت وانا مفزوع، قلبي بيدق كأني جريت 10 كيلو. لكن الأسوأ إن كل واحد من الفريق شاف حلم قريب من حلمي. وفي الليلة التانية واحد مننا اسمه سامي اختفى. لقيناه تاني يوم واقف قدام باب السرداب، نايم، واقف وعينه مفتوحة بس مش بيرمش. لما حاولنا نفوقه فضل يهمس بكلمات بلغة غريبة. واحدة من الباحثات قدرت تترجم كلمتين، البوابة اتفتحت. المواجهة مع الرصد في الليلة التالتة، بعد ما 2 كانوا من الفريق أصيبوا بهستيريا، قررنا نلجأ لشيخ كبير من البلد اسمه الشيخ عبد الرؤوف. لما شاف النقش وشم ريحة